ازيكم يا احلى المشاهدين؟ عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم على الظاهره الجديده اللي حصلت في اسكندريه. الاعصار اللي حصل في اسكندريه ده كان اول مره حاجه زي كده تحصل في تاريخ مصر كله. ما كانش حد متوقع ان الموضوع ده يحصل وان الاعصار يتطور ويبقى بالشكل ده. حتى الارصاد نفسها كانت بتقول ان هيكون في امطار رعديه على السواحل الشماليه، لكن محدش كان متوقع انه يكون بالشكل ده. الموضوع بدأ ان الجو كان طبيعي جدا لحد الساعة 2 الفجر، وبعد كده الجو قلب مرة واحدة. كأني في ثانية واحدة الجو كله اتغير، وبعدين كان في بقى هوا شديد جدا مع سيول نازلة. السيول دي كانت نازلة بشدة وكانت عبارة عن تلج. تلج كبير، أول مرة نشوف كميات التلج دي بتتساقط في اسكندرية بالشكل ده. كان قبل كده لما بيحصل اي مطرة في وقت الشتاء كان بينزل المطر عادي. ساعات كان بينزل مثلا احيانا تلج، لكن كان بيدوب على طول وقت ما هو كان بينزل على طول على الارض. لكن الوقت ده كان بينزل كميات كبيرة جدا من التلج. اثرت جدا على مباني كتيرة، على عربيات كمان. في عربيات كتيرة اتكسرت زي ما احنا شايفين في الصورة. اللي خلى كمان التلج ده ينتشر اكتر كانت سرعة الرياح، والهواء كان شديد جدا. ابتدى التلج ده يدخل في كل البيوت تقريبا، وآثار الدمار بسبب الإعصار ده كانت قوية جدا. والمية ابتدت تتراكم بشدة جدا على الطرق كلها، زي شارع الكورنيش والشوارع المنخفضة في اسكندرية، زي نفق 45 في سيتي بشر، وكمان منطقة كيلوباترا وسبورتينج. والأماكن دي كلها بيكون فيها شوارع منخفضة. ابتدت المية تتجمع هناك. الإعصار ده حصل بسرعة قوية جدا، وكان معاه برق ورعد، ولون البرق كان غريب، مش زي البرق اللي احنا متعودين عليه اللي هو اللون الأبيض. في ناس شافت البرق ده كان لونه أورنج وأحمر، ودي ظاهرة غريبة جدا أول مرة نشوفها. اسكندرية فيها مباني كتير قديمة، وفي بعض البلكونات وقعت على العربيات ودمرتها تماما زي ما احنا شايفين في الصورة. الإعصار ده هو أكبر إعصار جه على الساحل الشمالي كله، وهو بدأ بالضبعة وبعد كده وصل مطروح ووصل لاسكندرية. آثار الدمار واضحة جدا في كتير من المباني، البلكونات القديمة اللي موجودة في اسكندرية. الإعصار ده أثر عليها جامد، والإعصار ده لو كان طول أكتر من كده كانت الخسائر هتكون ضخمة جدا. شفنا مباني كتيرة اتكسرت، كافيهات اتدمرت، الشوارع غرقت كلها بالمية، لأن البنية التحتية لاسكندرية متهالكة وقديمة ومحتاجة تطوير. والمشاكل دي كلها بتظهر دايما بعد كل مطر ما بيحصل في اسكندرية، لكن المرة دي الموضوع كان كبير جدا بسبب الإعصار وشدته، وبسبب الرياح سرعة الرياح القوية جدا اللي كانت موجودة. لقينا كل كافيهات البحر معظمها اتكسر، خصوصا اللي معمولة بالخشب. لقينا اليوفط بتاعت الكورنيش تلات ارباعها اتكسر، حتى الغطا بتاع النفق كله متكسر. تاني يوم الحياة رجعت طبيعية، وده شكل الكورنيش. زي ما احنا شايفين هنلاقي بس آثار الدمار موجودة، هتلاقوا يافط واقعة، هتلاقوا كافيهات متدمرة. شايفين اليافط اللي بتعدي دي كلها؟ دي معظمها كانت واقعة، في منها اتركب وفي منها لسه مركبش. دي منطقة الشاطبي، شايفين النفق بتاعها متكسر ازاي؟ مؤخرا مع التغيرات المناخية لقينا زلازل، عدد الزلازل بيحصل كتير. في اسكندرية حصل 2 زلزال في أقل من شهر، دلوقتي كمان حصل إعصار. كل اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا نعرف الاحتياطات الأمنية اللي احنا نقدر نعملها في الوقت ده. أول حاجة انه لو حد قاعد في البيت هو مش لازم ان هو ينزل في الجو ده. تاني حاجة لو محتاج انه ينزل لازم يكون في مكان مقفول، وما يعرضش نفسه للتمشية في أماكن مفتوحة قريبة من البحر أو قريبة من أعمدة الإنارة
او لمس اي عمود انارة موجود في الشارع، او اي حاجة خاصة بالكهرباء. وكمان ما يمشيش جنب البلكونات المتهالكة او المباني القديمة. وفي البيت تحاولوا تفصلوا كل فيش الكهرباء اللي انتم مش محتاجينها او الغير ضرورية. وكمان تحاولوا ان انتم ما تفتحوش المية او تتعرضوا لاي برق او رعد في الوقت ده. في الفيديو ده حبيت اغطي لكم الاحداث اللي حصلت في اسكندرية وقت الاعصار يوم 31/5/2025. ده يوم تاريخي. لو اي حد بيشوف الفيديو ده من اي مكان في مصر او برا مصر، اكتبولي رأيكم في الكومنتات. ولو انتم اسكندرية اكتبولي عملتوا ايه في الوقت ده. واستنوني ان شاء الله في الحلقات الجاية. ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنت وهرد عليكم. ولو عايزين تشوفوا اي فيديو اكتبولي تحت في الكومنت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوز اول باول. شكرا لمتابعتكم.